من بطن السمكة لوشك على طول. ليه بنقول عليه إنه أغلى من كلام البشر؟ ده الكافيار. عمرك سألت نفسك إيه الحاجة اللي الناس بتاكلها وتتعمل منها كريم؟ اللي تتحط على العيش وتتحط على الوش، اللي تبقى في فندق 7 ستارز وتبقى في سيرم ب2000 جنيه وساعات ب5. التويست إن الموضوع مش فخامة، الموضوع ده علم على فكرة. الكافيار الحاجة اللي أول ما تتسمع تحس إنك داخل منتجع في سويسرا ومعاك فوطة بيضة بتلمع ومعزوم على طبق من اللي هو الكبير ده في حتة صغيرة كده في النص، وتدفع 2000 3000 4000 10000 جنيه. لكن الحقيقة الكافيار مش رفاهية، الكافيار بروتين مركز غني مليان أوميجا 3، أمينو أسيدز، فيتامينز، معادن، مواد كتيرة بتصلح الجلد، وغني بحاجة خطيرة اسمها السكين ايدنتيكال موليكيولز. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان حاجات مطابقة للحاجات اللي في جلدك، يعني نفس الحاجات اللي في الجلد هي اللي موجودة في الكافيار. فكملوا عشان تعرفوا هنعمل ايه فيه. وده السبب ان شركات التجميل استخدمته، وده السبب انه بيظهر في سيرم غالي، وده السبب ان العالم بيحترمه جدا. والنهارده هنفصله شويه، فوائده بقى في الاكل، في البشره، في الشعر، دراسات علميه، نعمله في البيت، وصفات منزليه، واديكم ليه بديل في الاخر. فاللي مش هيقدر يجيب الكافيار هقول له على حاجه في الاخر يعملها في البيت ومش مكلفه خالص. يعني ايه كافيار؟ بيض السمك. الميزه اللي فيه مادتين كده هم طوال قوي، فخلينا نقولهم باختصار. الدي اتش اي والاي بي اي، المادتين دول مهمين جدا وركزوا عليهم. ده غير البروتينات العاليه اللي فيه، فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين دي، اوميجا 3 وسيلينيوم وانتي اوكسيدنت. وطبعا اهم نقطه للبشره الفوسفوليبيدز اللي فيه. الكافيار مش بيضه سمكه، لا، ده كبسوله للحياه وكبسوله لتجديد الحياه. تعالوا نشوف فوائده لو كلناه، وبعد كده نخش على جزء التجميل. المخ ده اغنى مصدر طبيعي للدي اتش اي، الجزء اللي المخ بيتكون منه. سنة 21 عملوا دراسة لقوا ان القدرة الذهنية بتتحسن ب 18% زيادة بعد استخدامه لمدة 30 يوم. طب والمناعة؟ مليان سيلينيوم ومضادات أكسدة. طب والمزاج؟ ما أكيد أي حد هياكل حاجة غالية أكيد مزاجه هيتظبط. لا، بس اللي أهم الأوميجا اللي بتظبط السيروتونين والمفاصل. الأوميجا 3 بتقلل الالتهاب بتاع المفاصل. طب والجلد؟ في بروتينات بتعالج جفاف الجلد الداخلي مش بس الخارجي. طب والشعر؟ ده الغذاء الداخلي للشعر، فمعنى كده ان الشعر من بره اكيد بقى احسن. النقطه دي مهمه، بيحسن الخصوبه عند الرجاله والستات لانه مليان دي اتش اي والاي بي اي. طب الكافيار في التجميل بيعمل ايه؟ اللي يخلي الكافيار ملك الكوزماتكس علشان فيه 3 مواد مهمين، الفوسفوليبيدز والبيبتايدز والاوميجا 3. هم مهمين ليه؟ لو اتكلمنا عن الفوسفوليبيدز، دي مواد مطابقه طبق الاصل لخلايا الجلد، فبتدخل بسهوله، بتدي ترطيب اعمق، بتعالج الجفاف، وبتملى الخطوط اللي الناس بتروح تعمل فيها حقن انتوا عارفين. طب والبيبتايدز؟ دي مواد بتدي اشارات للخلايا اشتغلوا، فترفع الكولاجين وتزود المرونه وتشد وتعلي نضاره البشره. استخدام اي سيرم فيه كافيار لمده 6 أسابيع متواصله زياده في النضاره 27%، مرونه الجلد بتزيد بنسبه 20%، التجاعيد ما بتزيدش، بتقل بنسبه من 12 ل 18%. كل ده في بيض السمك. مضادات الاكسده، واحنا كلنا عارفين انها بتحارب التصبغات، بتمنع البوظان اللي بيحصل في الجلد، ده طبيعي زي اي مضادات اكسده. طب ما نشوف الفوائد بتاعه الكافيار بس للبشره، بس بالتفصيل شويه. الترطيب بيبقى عميق، بيوصل للطبقات اللي ما يوصلهاش الكريمات العاديه. طب والتفتيح؟ الكافيار بيفتح الجلد بنسبه 15%، والخطوط الرفيعه بيعالجها، بالذات اللي حوالين البق والعين، لان الحتتين دول الجلد فيهم رقيق شويه. بيشد البشره لانه بيزود انتاج الكولاجين اللي هو تايب 1. وارجعوا لحلقه الكولاجين. الشكل بتاع البشره بنسميه التكستشر، ده بيتصلح لانه بيصلح الحاجز الاساسي للجلد. وبالنسبه للهالات، طبعا بيحسن الهالات بصوره ملحوظه
ومتشاف على فكرة عشان جواه DHA، بيلمع البشرة طبيعي، يعني بنسميه ناتشورال جلو. طب ايه رأيكم لو جبنا الكافيار واستخدمناه للشعر؟ بيعمل ايه؟ بيرطب الشعر الجاف جدا، علشان الدهون اللي فيه قريبة قوي من الدهون اللي فروة الراس بتفرزها. طب والتقصف بيعالجه، عشان مادة البيبتايدز اللي جواه بتملى الفواصل اللي جوه التقصف 16 نوع. لو بتفرجوا على الحلقة بتاعة تقصف الشعر وهتعرفوا ساعتها الكافيار مهم ليه. تالت حاجة، بيعالج التلف بتاع الشعر بس اللي جاي عن طريق الصبغة، لأنه بيغذي بصيلة الشعر نفسها، فبيعزز نمو الشعر علشان مليان بالأوميجا. بينعم من غير ما يهيش الشعر علشان الدهون اللي جواه دهون نظيفة. بيعالج الهيشان بس من الأطراف، وده ليه؟ عشان الفوسفوليبيدز. تعالوا بقى شوية وصفات في البيت نعمل ماسك للتفتيح وشد البشرة بس بالكافيار. طبعا المكون الأساسي معلقة صغيرة من الكافيار مع معلقة منقوع لبان الذكر. أيوة، لبان الذكر. ارجعوا للحلقة واعرفوا بنعمل المنقوع ازاي. هناخد معلقة منه مع معلقة زبادي ونص معلقة عسل، وما ننساش معلقة الكافيار، نهرسهم مع بعض، وبعد كده نفردهم على الوش ونسيبهم 30 دقيقة ويتغسلوا بمية فترة، لا سخنة ولا ساقعة. النتيجة بقى، بص في المراية كده هتلاقي تفتيح، وهتلاقي شد في وشك، وهتلاقي نضارة، وهتلاقي البيبي سكين اللي كل الناس بتدور عليه. طب ما تيجي نعمل سيرم للكافيار بس بالليل، النايت سيرم. هنجيب كافيار 5 جرام يعني معلقة صغيرة، ونجيب زيت لوز معلقة كبيرة، وكبسولة من الفيتامين اي، نحطهم على بعض ونفردهم على البشرة ونسيبهم وننام، وتاني يوم الصبح نبقى نغسله. اتفرجوا بعد أول أسبوع وشكوا هيبقى عامل ازاي. طب مش عايزين ننسى وصفة كده للكافيار بس للشعر المرة دي. هنجيب بقى عشان ده شعر، هنجيب معلقتين كافيار كبار، ومعلقة زيت جوز هند، ومعلقة عسل، و10 نقط زيت خروع. هنخلطهم ببعض ونحطهم على الشعر ونسرح بيه لمدة 30 دقيقة بس. نسرح وبعد كده نسيبه 30 دقيقة وبعد كده يتغسل. النتيجة لمعان، التساقط وقف، واللي أهم من ده كله نعومة الشعر، لأن أكنك بالظبط أو أكنك عملتي فرد للشعر. تعالوا أقول لكم بقى بديل الكافيار عشان لو غالي عليكم ويتعمل في البيت وبيدي 70% من نتيجة الكافيار. هنجيب معلقة كبيرة جل صبار، وكبسولة فيتامين اي، ومعلقة كبيرة زيت لوز، ومعلقة كبيرة زيت الأرجان، ومعلقة شيا مطحونة مع بعض ونستخدمهم. في الآخر عايز أقول لكم إن التويست الحقيقي إن الكافيار مش رمز للفخامة، الكافيار رمز علم، وإن الحاجات اللي بنشوفها غالية هي في الحقيقة أصلا مواد فعالة على فكرة، بس درجة نقائها عالية جدا وفعاليتها عالية جدا. وإن ممكن تكون عامل ماسك ب15 جنيه بس على فكرة يعمل شغل أحسن من سيرم ب2000 جنيه، وده هو التويست.